حابب اكلمكم النهارده في نص ساعه بس، عشان عارف وراكم حاجات كتيره، بس نص ساعه هتبقى جميله قوي. نتكلم عن رب المجد يسوع شافي المظلومين. شافي المظلومين. كل واحد فينا وكل واحده فينا في حياتها وحياته اتظلم، مجروح. كل واحد فينا في لحظه كده بيقعد مع نفسه ويقول انا اتظلمت، انا اتجرحت، انا تعبان. ومن العذراء مريم تعبت كتير واتظلمت كتير، والناس بصت لها بصات كتيره مش حلوه، اتيتمت وهربت على مصر وهي صغيره. ويوم ما ولدت رب المجد يسوع كان في زريبة، وتشوف ابنها وهو بيتألم ألم وظلم كتير. النهاردة مع بعض هنحكي 4 قصص ل4 ستات مدامات، سيدات في الكتاب المقدس، عشان ما تنسوش الموضوع بتاع النهاردة. وكل واحدة في ال4 بتمثل حد فينا. في متى 1 سلسلة أنساب رب المجد يسوع بنسمع عن 4 ستات. كل ست من دول، كل سيدة من دول قصة حياتها فيها ظلم. أول واحدة ست اسمها سمار. دي بنت حلوة محترمة جميلة جدعة. عندنا واحد اسمه يهوذا ابن أبونا يعقوب. يهوذا ده خلف 3 ولاد، وجوز ابنه الكبير لسمار. جوز ابنه الكبير لسمار، ابنه الكبير ده عشان شرير مات. ما قال له مرات اخوك، جه لاخوه التاني قال له مرات اخوك بقت ارمله، لازم تتجوزها عشان تجيب نسل منه. ما يحصل انه الابن التاني يتجوزها، والابن التاني ده كان شرير برضه، كان شرير ورفض يقيم نسل لاخوه. الناس تبص على سمار تقول دي ايه اللي قتلت جوازها؟ دي ايه ده 2 تتجوز 2 وتموتهم؟ دي قتلت الرجاله. ما تيجي عشان تتجوز ابنه الثالث، ما يهوذا يقول لا 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 انا مش هجوزها ابني الثالث، اصل دي وحشه، مع ان هي كويسه. وهما ال2 رجاله هما اللي وحشين. مظلومه من الاسره، أسرة ظلمتها. وبعد شوية الولد الثالث يكبر، ما برضو يهوذا ما يرضاش يجوزه لسمار. ما سمار تقول هو ليه بيحصل كده؟ أنا عملت إيه؟ ألا أنت لا وحش. ما يقول لك في الكتاب المقدس معروف في العهد القديم الست اللي ما بتخلفش دي ست، يقول لك أرض بور وحشة، دي ملعوق وحشة. ما تعمل إيه يا سمار؟ ما عملتش حاجة وحشة. ما سمار لبست برقع، وقفت على نص الطريق كده أهو، ويهوذا كان معدي ولقاها، افتكرها زانية عشان لابسه برقع كده مستخبيه. ما دخل عليها واتجع معها. ما قالت له مش هتديني فلوس مرتب اجره؟ قال لها معيش. قال له طب اديني اماره. ما اداها العصابه والعصايه والخاتم بتوعه، وروح يهوذا بيته. تاني يوم جاي يدور عليها ما لقاهاش، بعت ناس قالوا مش لاقيينها. قال خلاص خلصت بقى. وسمار كل ده قاعده في بيت ابوها. ما بعد 2-3 سمار بان عليها ان هي حامل. ما قالوا الحق يا يهوذا مرات ابنك حامل. قالوا تخرج عشان نحرقها، دي زانيه. ما خرجت، وكل الناس عماله تقول عليها، اسرتها تقول عليها الزانيه. ما راح. ما سمار طلعت قالت لهم عايز تعرف يا يهوذا انا مين اللي زنى معايا؟ قالوا لها مين اللي زنى معاك يا زانيه؟ راح طلعت له الذي له هذه العصا والعصابه والخاتم هو اللي اتضجع معايا. راح يهوذا وسط الناس قال لها دي احسن مني، انا اللي ما كنتش عايز اجوزها لاولادي، دي ابر مني. ولم يعرفها بعدها خالص. وكملت حمل سمار وجابت عيلين فارس وزارح، وجه رب المجد يسوع من فارس. واتذكر اسم سمار في سلسلة أنساب رب المجد يسوع، جدة من جدات رب المجد يسوع. سمار بتمثل النفس البشرية المظلومة من الأسرة،
اصل انت البنت شيلي الشيله، اصل انت الولد الوحيد ما ينفعش تعمل حاجه الا لما تطمن على ابوك وامك، اصل انت البنت اللي، اصل انت الكبيره تاخدي بالك منهم كلهم، اصل انت مش هتعمل حاجه. مظلومين. في ناس اتظلمت فينا من الاسره، اسره ظلمتها، اب ظلمه، اب مشغلني عبد ليه، ام مشغلاني اكني كناسه مساحه اي بنسمي، ويحس كل واحده فينا بظلم من الايه؟ من ايه؟ الاسره. اول واحده في الناس هنقابلها النهارده اتظلمت من الاسره، اسره ظلمها. واحد فينا يفتكر مواقف مع السور بتاع أريحة، بلد اسمها أريحة. حتى ما كان متعارف عليه اللي تعمل فندق أو تعمل شقة وتسكن فيها الغرب يقولوا عليها الزانية. ما المجتمع يقول الزانية راحت الزانية جت، رحاب الزانية راحت رحاب الزانية جت. يا عم دي مش زانية، دي عندها فندق بتسكن فيه الناس. لا لا لا، أصل دي سايبة شعرها، أصل دي ترجع الساعة 12 بالليل، دي شغالة في مستشفى. لا لا لا، بترجع 12 بالليل دي وحشة. أصل دي بتنزل مش عارف لا، أصل الراجل ده. نسمع كلمة وحشة من المجتمع اللي ظلم مين؟ مين تاني واحدة ست؟ ما تنسوش، أنا عايزكم تحفظوا اسمها الأربعة وتروحوا البيت تقروا متى 1 وتعلموا تعملوا 4 دواير على ال4 ستات اللي اتكلمنا عليهم. أول واحدة سمار، تاني واحدة رحاب المظلومة من المجتمع اللي بيبص لنا بصة وحشة. بصص لك بصة وحشة عشان سايبة شعرك، وأنا عملت حاجة وحشة؟ هو بالشعر ولا بالقلب؟ بصص لك بصة وحشة اللي عامل صليب في إيديه، بصص لك بصة وحشة عشان بتقول بأمانة مش بتقول بتحلف ولا بتكذب، بصص لك بصة وحشة عشان أنت أمين، بصص لك بصة وحشة عشان ما بتغشش ومسيحي، بصص لك بصة وحشة أنت ما عملتش حاجة غلط. مظلومين من المجتمع، مجتمع بأفكاره النجسة. ما رحاب كانت المظلومة من المجتمع. رحاب ازاي؟ وكل اللي هيخش جوه بيتك ده هينقذوا، هينجوا بجد بجد يا جاسوسين. ايوه فعلا، تجيب اهلها وكل حبايبها وتقعدهم في الفندق ده، في بيتها في شقتها اللي على السور. اصل الاسوار زمان كانت تخينه كده اهو، مش سور كده اهو، لا ده سور يتعمل شقه. لفه 2 واخر يوم 7 لفات تسقط الاسوار الا بيت رحاب الزانيه. واحد الجاسوسين اسمه سلمون
يتجوز رحاب ويجي من نسله سيد المسيح، ويذكر اسم رحاب الزانية ضمن جدات رب المجد يسوع. رحاب المظلومة من المجتمع، مظلومين، ناس ظلمونا، المجتمع بيظلمنا. هو انت شفت مني حاجة وحشة؟ لا مؤاخذة، اصل انت مسيحي، عملت ايه؟ تظلمني ليه؟ المجتمع اللي بالافكار، اصل دي بنت خلفة البنات، اصل دي ولد تعبان وهيتعبني معاه. يجي رب المجد يسوع من نسل رحاب الزانية المظلومة من المجتمع. ثالث شخصية واحدة اسمها رعوس. برافو، رعوس دي كانت أممية من مؤاب، وطول عمرها تسمع في شعب اسمه بني إسرائيل شعب حلو. قاعدة هي بقى في بيتها تفاجئ إن في عيلة جت جنبها، واحدة اسمها نعمة ومعاها 2 ولادها الاتنين محلون وكيلون، وتفاجئ إن هي اتجوزت واحد منهم. اتجوزت من شعب بني إسرائيل؟ الله، دي أحلى حاجة في عمري. 10 سنين وجوزها يموت من غير ما تجيب عيل، واخو جوزها يموت، وحماها يموت. ايه ده؟ ايه الظروف السودة دي؟ صعبة الكلمة، انا قصد اقولها. ايه الظروف الصعبة دي؟ ما جيبش عيل، وجوزي يموت، واخو جوزي يموت، وحمايا يموت، وافضل انا ست وحدانية مع حماتي نعمي. ايوه، ظروف صعبة، صح يا انكل ولا لا؟ صح معايا ولا لا؟ معايا يا جماعة؟ ظروف دي مش في ايديا. كورونا جت شالت البيت كله، شالت شريك حياتي خدته. مرض، ظروف. ابني بعد ما كبرته الظروف سابني ومشي. ظروف، مرض ما كانش على البال وعلى الخاطر، خد اللي ورايا واللي قدامي. دقيقة حصلت، صح؟ مش وبا ده كان من 3-4 سنين جابنا مش عارفين ايه، عملنا ايه؟ ظروف. رعوس المظلومة من الظروف، موت، فراق، ضيقة، تعب. وتيجي بقى حماتها تقول لها بص يا بنتي روحي. كانت سلفتها معاها، سلفتها روحت. فضلت رعوس، ما نعمة تقول لرعوس يلا روحي يا بنتي، تقول لها رعوس بقى بصي بقى، شعبك شعبي وإلهك إلهي، رجلي على رجلك يا بنتي، أنت مش هتعرفي تتجوزي، أنت خلاص الظروف ما عندنا. أنا دلوقتي كنت نعمي، دلوقتي بقيت مرة. عارفين الظروف؟ حوشت شوية فلوس، دولارات، ذهب، سرقت، اتخذت، اتضحك عليا. ظروف كل واحد فينا في لحظة فاكر ظروف ظلم من ظلم ظروف اتظلمت، اعمل ايه؟ ولكن رعوس تحط رجليها تقول مش هسيبك، وترجع مع حماتها شعب بني إسرائيل. ويوم في التاني لأجل أمانتها يلاقيها الوكيل اللي مفروض ايه ممكن يتبناهم يضمهم، وفعلا بسبب أمانتها تتجوز المسؤول عن العيلة، راجل جميل بوعز. أنا مش عايز ألخبطكم. اللي مخليني حلو في عيون ناس كتير. كان ممكن ابقى مهندس قد الدنيا والناس بتكرهني، يعني الناس كلها بتحبني.
الظروف كانت معنداه بس ربنا كان معاه. رعوس اللي الظروف كانت ضدها، موت وفراق، بنت أمورة يموت جوزها وكل الناس دول وتتغرب وتروح، ولكن ربنا يقول لها لا يا رعوس، لا يا رعوس، هعوض لك عن السنين وعن الظلم اللي انت فيه. أنا مظلومة. ورعوس المظلومة ربنا يعوضها. معانا كم ست لغاية دلوقتي أو كم شخصية؟ 3. اوعى تنسوهم، وما تنسوش الكلمة دي بتاعت النهاردة أبدا، عشان كل واحدة فينا عندها ظلم، تعبانة في حاجة في حياتها. أول واحدة ثمار المظلومة من الأسرة، رحاب المظلومة من رعوس المظلومة من الظروف. رابع شخصية بقى دي مع الناس الصورة بتبينها شكلها ايه. دي واحدة ست طلعت تستحمى في شقتها على سطح البيت، ما عملتش حاجة غلط، ده كان طبيعي ان هي تطلع تستحمى، ده كان حاجة طبيعية في وقتها، اسمها بتشبع. مرات أوريا الحسي طلعت تستحمى عادي. مين في الوقت ده طالع على السطح يتفرج على الناس؟ أبونا داود النبي. داود النبي يشوفها تحلى في عينيه، يقول هاتوها لي، ما تيجي واتجع معها. ايه ده؟ انا هسألكوا سؤال وردوا بأمانة. داود النبي مرتل إسرائيل الحلو، الملك اللي عمل حاجات عظيمة جدا، كل ده حد يجرؤ يقول لداود لا؟ ردوا عليا، في حد يقدر يقول له لا؟ ده مين يقدر يقول لداود لا؟ داود هنا بيمثل القوة، بيمثل البلطجي، بيمثل انا ما اقدرش اقول له لا. حتى لو تخيلوا، حتى لو بتشبع دي قالت لا، يعني يقول لها تقولي لداود لا، وحد يقدر يقول له لا اتفضلي روحي له؟ وداود يزني مع امرأة أوريا الحسي اللي بتشبع وتجيب عيل والعيل يموت وبتشبع. انا حاسس اني بتشبع تقول يا ربي انا ما عملتش حاجه، ده انا جوزي كان محترم وراجل محترم ويموت جوزي كمان، ده يعني يزني معايا داود ويموت جوزي كمان، تقل ايه ده؟ مع الخطيه دي كانت خطيه كبيره قوي لابونا داود النبي اللي قدم عليها توبه كبيره قوي، توبه كبيره. قعد يكتب المزامير وهو بيبكي، والمزمور اللي بنرتله في اليوم اكتر من 7 مرات 8 مرات ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، مزمور التوبه بتاع داود النبي. داود قدم توبة قوية، بس بوريكم ان هو في جبروت الخطية مع رعوس المظلومة من مش في ايديا حاجة، واتولدت فيها إعاقة، اتولدت قصيرة طويلة، اتوطلت تخينة رفيعة، اتولدت ظروف غصب عني. ايه؟ غصب عني، مظلومة، خلاص مظلومة، حقي عندك يا رب، مظلومة. ويتشبع المظلومة من القوي اللي ما اقدرش اقول له لا. ربنا عوض كل دول. اقول لكم يا 4 ستات يا حلوين يا اللي بتمثلوا كل الظلم اللي ممكن يقع على اي بني ادم في الدنيا كلها من الظروف والمجتمع والاسره والقوي، انا هعوضكم وهاجي من نسلكم لكي ما احمل كل الظلم ده ويبقى ليكوا اسم كبير في ملكوت السماوات. امي العذراء النهارده اتظلمت كل ده،
دي بنت صغيرة عندها 3 سنين، أبوها قال هندورها لربنا. ممكن تبص لأبوك تقول يا بابا أنا عايزة حنانك، ده أنا عندي 3 سنين توديني الهيكل وسط بواقي الحيوانات وشيلي وحطي، ده أنا 3 سنين من غير أب وأم. ليه ممكن نشوف الكلام ده إيه؟ ظلم، حاجة صعبة. هو أنت يا بابا تندر وأنا اللي أشيل الندر؟ وبعد شوية أبوها وأمها يموتوا، اتيتمت كمان بدري، يعني ظلم. ولما تيجي تولد، ايه ده؟ الحكومة تقول كل واحد اتولد في بلد يروح يكتب اسمه. ده انا حامل، هتروحي على بيت لحم تكتبي اسمك هناك انت يوسف النجار. عيلة ما كملتش 14 15 سنة حامل. لا لا يا امي يا عذراء، ده انت هتبقي انت السيوتوكوس، ده انت والدة الاله، وهيجوز في نفسك سيف. اما العالم فيفرح لقبوله، اما احشائي فتلتهب. وتشوف ابنها وهو بيموت على الصليب، بس تبقى واثقه ان في قيامه، ومن خلال القيامه العذراء مريم تحيا وتعضد الكنيسه، ويبقى ذكرها من جيل إلى جيل، وتكون هي السماء الثانية وأرفع من الشاروبيم والكاروبيم. وإحلى حاجة كرسي الله. إيه ده؟ السيوتوكوس والدة إله، بعد كده عايز إيه تاني؟ اللي اتظلمت كل الظلم ده أمنا العذراء، حاملة كل الفضائل دي اللي بقالنا 14 يوم النهارده 15 عمالين نحكي عنها. اتظلمت كتير، ولكن الله يعوض على كل الظلم ده. إحنا كلنا مظلومين. 4 ستات بيمثلوا ظلم كل واحد فينا. أنا خلصت تقريبا، خلصت 5 دقايق وخلص، بس تركزوا معايا. أنا مش عايزكم تروح تفتح الإنجيل. متى كام؟ متى خلي ماما تفتح لك متى واحد وتعمل 4 دوال على 4 ستات. ودي مظلومة من رحاب من المجتمع، سمار من رعوس من الظروف، وبعد كده بتشبع من القوي. تعمل 4 دوائر واكتب انت ظلم. ايه المانع؟ قول لربنا بقى ممكن تشفي ظلمي. انا امبارح واحد قاعد معايا بيقول لي انا زعلان من ربنا. قول له ليه؟ قال لي خد اغلى حد عندي. قلت
قلت له طب، قلت له عايز مني ايه؟ قال لي قول لي اعمل. قلت له روح اتخانق مع ربنا، روح قول له صالحني، روح قول له اشفي ظلمي. قال لي نعم. قلت له كده، روح قول له كده اهو، روح قول له كده اهو، ما عنديش حاجه اقولها لك، روح هو اللي يصالحك. لو انت شايفه هو اللي مزعلك هو اللي يصالحك. تحكي قصه من قصص المشهوره عن ابونا تدرس يعقوب. واحده ست خلفت عيل واترملت، هتتجوزي يا ستي؟ لا مش هتجوز، هفضل مربيه الولد لغايه ما يكبر. ظلم، ظروف، مظلومه. الولد يكبر ويخش الكليه ويموت. اتخانقت مع ربنا وزعلانه وظلمتني، وكل الكهنه اللي يروحوا تديهم كلمتين نقوزه وتريقه، مش مستحمله. امشوا، هتقولوا ايه؟ راح لها ابونا تدرس يعقوب، قالت له قعد كده عايزاه بقى، عايزاه يكلمها. قال لها عايزاني ايه؟ قالت له تعالى. لا مش هكلمك، انا جاي بس اطمن. شويه قالت له تعالى اوريك اوضته، اوضه ابني. دخلته اوضه ابنها، قالت له شايف خده مني وشايف الصوره دي؟ قال لها صوره؟ قالت لي صوره المسيح، انا قلبتها على وشها عشان مش عايزه اشوفه. هتقول لي قال لها ولا اقول لك اي حاجه، يعني عايزاني اعدلها؟ لا ما تعدلهاش، مش انت زعلانه منه؟ لا زعلانه منه، خد ابني بعد ما قعدت اربي له العمر ده كله. قال لها انا مش عايز مني غير حاجه واحده. ايه يا ابونا؟ كل ما تعدي قدام الصوره اللي قال لها بقى على وشها ظهرها يعني، يقولوا له انا زعلانه منك ومفيش حد هيصالحني غيرك، انا حاسه بالظلم ومحدش هيصالحني غير انت. يقول لك يحكي ابونا، يقول لك 5-6 ايام لقاها داخله الكنيسه عماله عند الست اللي هيك عماله تعيط وتقول له انت صالحتني، انا خلاص قاعده معاك. كلنا مظلومين. احنا بنفتكر العذراء مريم وبهجة فضائلها، بس بننسى هي شالت قد ايه. هي شالت اكتر ما اي حد فينا ممكن يشيل. ظلم من الظروف ومن المجتمع ومن الاقوى منها ومن الناس ومن الدنيا ومن العيشه واللي عايشينها. صح، بقولها لكم بالبلدي، حتى الناس كانوا يبصوا عليها. والعيله اللي عندها 15 سنه اللي متجوزه راجل عنده 95 سنه وجابت عيل، بصه صعبه، بصه مره، وكل ده والعذراء هذا السيف كان في قلبها. العذراء مش احسن مننا في الظلم اللي ظلمته، اتظلمت اكتر مننا بكتير، بس هي مع المسيح كانت العظيمه السما التانيه. انا قصدي يعني هي اتظلمت قوي قوي قوي، هي احسن مننا بكتير، بس مش كانت مرفهه ولا متدلعه. دي شالت كتير ام العذراء. واحنا في حبه حاجات صغيرين نقول لربنا ممكن تحمل همي. ارجعوا في الانجيل واكتبوا انت اتظلمت في ايه، والحاجات اللي حاسس فيها بالظلم صلي، قول لربنا فرحني، رد ليا بهجة خلاصي، رد ليا فرحي، رد ليا سلامي. وقول لي وصلي بهذه الصلوات، وروح لأب اعترافك وحكي معاه، هتلاقي كل الحمل ده بينزل. تبقى ساعتها أكنك في ترنيمة كده بتقول كلامها، يمكن يقول لك شابب على طراطيف عنواني، يعني واحد شابب كده على الأرض، شابب على طراطيف عنواني، شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عودي وهات يا أغاني أو يا ترانيم. واخدين بالكم؟ شارب واحد إيه؟ مر. مين شارب المر؟ بس مع يسوع شادد عودي وهات يا إيه؟ يا أغاني، يا ترانيم، أغاني روحية، مش أغاني مهرجانات، أغاني روحية، أغاني روحية. رتلوا بأغاني روحية، شادد عودي وهات يا أغاني. هو ده الإنسان المسيح. النهاردة هنسبح، النهاردة لو هتسهروا اسهروا، لو سبحوا افرحوا بالعذراء، افرحوا وقولوا رد ليا بهجة خلاصي. زي ما كل دول اتظلموا وانت يا رب شافت ظلمهم، وزي ما أم العذراء اتظلمت كتير واتشالت كتير وهي العظيمة السما التانية، ممكن أنا اللي غلبان ترد ليا بهجة خلاصي. الآية بتقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. اوعى حد فينا، وأنا أولكم أفتكر نفسي 7 رجالة ببعض أنا هبقى كويس. عمري ما هبقى كويس من غير ربنا. الله لا يعمل إلا في الضعفاء. الأقوياء
مش عايزينه. ما انا لو قوي هقول ربنا يقول لي عايز مني حاجه يا ابني، اقول له لا انا متين، انا 1000 وانا 100 وزي الفل. ربنا يقول خلاص خليك. ولكن من يجاهر بضعفه وبألمه ويقول لربنا فرحني، هو ده اللي ربنا ينصره ويديله قوه ويخليه دماغه في السماء. خلي بالكم القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمه عجيبه قوي، قال الشيطان لله اترك لي، الشيطان قال لربنا اترك لي الاقوياء فاني كفيل بهم، انا اقدر عليهم عشان بيتكلوا على نفسهم، اما الضعفاء فلا اقدر عليهم لانهم يتكلون عليك. وانا يا رب ضعيف، انا بتكلم على نفسي، انا ضعيف وانا مظلوم، ظلمت كتير. هو يغركوا المنظر ده، بس ربنا هو اللي بينصر الروح، عشان ساعتها بتبقى الروح قوية، والروح القوية تستطيع أن تحمل الجسد الضعيف، أما الجسد القوي فلا يستطيع أن يحمل الروح الضعيف. أما الجسد القوي فلا يستطيع أن يحمل الروح. عايز روح قوية ولا جسد قوي؟ أنا عايز روح قوية، روح زي روح أم العذراء، روح زي القديسين اللي في عز الظلم انتصروا على كل شيء. اوعوا تنسوا رب المجد يسوع شافي الايه؟ شاف المظلومين. شاف الايه؟ مين مظلوم؟ اوعوا تنسوا اول واحدة سمار المظلومة من رحاب، المظلومة من رعوس، المظلومة من بتشبع، المظلومة من القوي اقوى من، والعذراء مريم المظلومة من كل حاجة. وانا كمان المظلوم، واقول له يا ربي رد ليا ايه؟ بهجة خلاصي. رد ليا ايه؟ رد ليا بهجة خلاصي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.